حشو العصب ملوش لازمة، ودايما بنسمع إن حشو العصب بيقع، ملوش لازمة إن احنا نحشي فنخلع الضرس على طول. طبعا ده هبد، مفيش حاجة اسمها حشو العصب بيقع بسهولة أو بيقع على طول، أو يا دكتور أنا جربت حشو العصب وكل الناس بسمع منهم أو بيخوفوني إن هو بيقع على طول. لازم نفهم إن حشو العصب ده بيتطلب إن احنا نحافظ على الضرس بعد الحشو، بيتطلب إن هنركب طربوش. طب ليه دايما بنقول إن الضروس أو الأسنان المحشية عصب لازم يركب عليها طرابيش عشان نحميها؟ أول حاجة التسوس عشان يوصل لقلب العصب بتاع الضرس ويوصل لجوه بيبقى أكل جزء كبير من الضرس. غير كمان إن العصب ده المفترض إن هو بيغذي الضرس، فإحنا بنشيل العصب خالص عشان العصب يبقى اتملى بكتيريا وسبب ضرر للضرس. فبقى الضرس ضعيف من ناحيتين، الناحية الأولانية إن التسوس أكل جزء كبير منه، والناحية التانية إن إحنا شلنا العصب اللي هو كان بيغذي الضرس، فبقى الضرس ضعيف. عشان كده دايما بننبه على المريض بعد حشو العصب لازم طربوش يركب عليه عشان نحميه. وسواء عملنا حشو عصب أو طربوش عشان نحمي الضرس برضه لازم الفرشة والمعجون بعد الأكل، لأن السبب الرئيسي لتسوس الأسنان تجمع الأكل حوالين السنان والضروس.